هذا الجهاز من جزئين، جزء ثابت وجزء متحرك. الجزء الثابت مغناطيس دائم على شكل حذاء فرس، والجزء المتحرك زوج من اليايات ومعه ملف مغناطيسي مثبت على قرص خفيف من الألمنيوم ومعه مؤشر وتشغيل. نظرية التشغيل: عند مرور تيار كهربي بالملف المتحرك يتولد مجال مغناطيسي يتفاعل مع المجال المغناطيسي الناتج، محصلة المجالين ينتج عنها قوة عزم تعمل على تحريك المؤشر أمام التدريج مبينة قيمة الخرافة. ولتوليد عزم التحكم يوجد زوج من اليايات بمؤثرة المؤشر، وتوليد عزم التسكين يوجد قرص خفيف من الألمنيوم مستنتجا به تيارات دوامية وإعصارية. هذا الجهاز له مميزات وعيوب استخدامه. مميزاته: ذو دقة وحساسية عالية، تدريجه منتظم لأن عزم الدوران يتناسب مع شدة التيار. يمكن استخدام الرقيات